ما كانتش فلوسك تيجي بعرق جبينك وتيجي وانت شقيان وبتعمل حاجه شريفه وكويسه، اوعى تدخلها بيتك. اوعى يا ابني تقبل على نفسك او اهل بيتك فلوس حرام تخش جوفك او جوفهم. اوعى تقبل او تستسهل اي فلوس جايالك وهي مصدرها حرام. برامج المراهنات، الحاجات اللي انت فاكر ان الفلوس بتيجي فيها سهله، الحاجات اللي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، اي مصدر دخل انت شايف ان فلوسه جايه حرام ابعد عنه، هيفقرك. اقسم بالله غم ومرض وتعب وقرف، تحس ان ربنا مش هيبارك لك في كل حاجه، لا في عيالك ولا في صحتك ولا في حياتك. انت بيبان ليك انها مزهزهه، الدنيا هتحلو، خلينا نعيش، لكن بالعكس الشيطان بيضحك عليك، فقر وغم وهم، وتبقى قاعد وانت ما انتش راضي. والله العظيم ما انتش راضي عن اي حاجه، معاك مليارات بس انت عارف انها فلوس حرام. ابعد عن اي فلوس حرام. الفلوس الحرام بتمرض، بتتعب، بتألم، بتموت، بتجيب فقر في كل حياتك. ان ما كانتش فلوسك تيجي بعرق جبينك وتيجي وانت شقيان وبتعمل حاجه شريفه وكويسه، اوعى تدخلها بيتك. لو عكس كده ارجوك تحرى الدقه في ان كل قرش في فلوسك يبقى حلال الحلال كمان.